سيروم لتطويل وتكثيف الرموش والحواجب في أسبوع. هذا السيروم طبيعي ومغذي للرموش، يقوي الرموش من الجذور ويحفز نموها. تقدروا تستعملوا هذا السيروم أيضا لعلاج تساقط الشعر ولتطويل الشعر. يعني ممتاز لأنه المكونات اللي فيها طبيعية، أعشاب بسيطة تغذي وتكثف الرموش والشعر والحواجب أيضا. مرحبا بكم على قناة حواء ديزا تيفي. شجعوا الفيديو بلايك وتعليق والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، وتابعوا معي طريقة تحضير هذا السيروم الأكثر من رائع. من فوائد هذا السيروم أنه يقوي البصيلات، يمنح الرموش يمنحك رموش أطول وأكثر كثافة، يملأ فراغات الحواجب، يغذي ويرطب بدون تهيج، مناسب للاستعمال اليومي لأنه يعني طبيعي ما يأثر، وراح يخليك تستغني على الرموش الاصطناعية. مع المداومة أكيد راح تحطي ملعقة صغيرة من الشاي ولا لاتاي اللي نطيبوا به عادي، لاتاي ملعقة صغيرة. انا هنا وريتكم الماركه يعني اللي استعملتها، لكن ليس ضروري، تقدر ديري اي نوع يعني تاع الشاي ولا لاتاي. راح تزيدي ملعقه صغيره من اكليل الجبل او ما يسمى الروزماري. هذا المكون مكون سحري لعلاج التساقط، ممتاز للتكثيف وللتطويل. انا دائما يعني نستعمله في وصفات الشعر لانه روعه، يوقف التساقط بشكل رهيب. اذا كنت تعاني يعني من تساقط الشعر ننصحك باكليل الجبل او الروزماري. راح تزيدي أيضا ملعقة صغيرة من بذور الكتان، وراح تزيدي أيضا يعني قليلا من القرنفل أو ما يسمى باللغة العربية المسمار. يعني كلها أعشاب مفيدة جدا للتطويل والتكثيف وتحفز نمو الرموش والحواجب والشعر. راح تزيدي عليهم يعني تخلطيهم وتزيدي عليهم كاس من الماء، وركزوا معي في طريقة التحضير جد مهمة. وفي هذه المرحلة راح تجيبوا إناء ولا قدر صغير باش ديروا فيها هاد المكونات تغلي، وكي ديروهم يغلوا يعني راح تحطوهم في القدر وتغطوهم وديروهم يغلوا مدة 10 دقائق على نار قليلة. وركزوا معي لازم تغطوهم لأنه هذيك الزيوت الطيارة اللي تكون في هذه الأعشاب لازم تبقى في الأعشاب، لهذا من الأفضل ولا ضروري أنكم تغطوها باش تحتفظوا بزيوت الطيارة وفوائد كل الأعشاب. انا هنا فقط يعني للتصوير. بعدها راح تصفوا هاد السيروم. طريقة الاستعمال للشعر، راح تحطي هاد السيروم أو تونر في بخاخ أو رشاش وترشيه على شعرك على الفروة والجذور. تعملي مساج يوميا قبل النوم بدون غسل، راح يوقف التساقط، يطول الشعر ويملأ الفراغات. أما بالنسبة للحواجب والرموش، جيبي فرشاة ماسكارا نظفيها وعقميها ويعني حطيها في السيروم ومسحي ولا مشطي بها رموشك والحواجب قبل النوم يوميا قبل النوم، وراح يطولهم ويكثفهم.